نصايح لتخفيف أعراض الدورة الشهرية. بنات وستات كتير بيشتكوا إن دايما الدورة الشهرية بتكون مصحوبة بألم شديد في البطن مع تغييرات في المزاج بدرجة كبيرة. طبعا دي أعراض عادية ومعروفة ومش بيكون فيها مشكلة في العادي، ودرجتها وشدتها بتختلف من بنت للتانية، ده بيكون حسب طبيعة الجسم، إلا لو الموضوع اتطور لنزيف ساعتها بيكون ليه كلام تاني. في الفيديو ده هقولك على شوية نصايح طبيعية بتساعد على تخفيف أعراض الدورة الشهرية. أول حاجة هنتكلم فيها هي التغذية السليمة والأكل الصحي، زي الأكلات اللي فيها ألياف كتير، الفاكهة والخضار، إنها بتساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ. كمان حاولي تزودي في الأكلات المفيدة اللي فيها فيتامينات زي الموز والمكسرات، وبعيدي عن الأملاح. تاني حاجة شرب السوائل الدافية. من أهم خطوات تخفيف الألم اللي بيكون مصاحب للدورة الشهرية هو شرب السوائل الدافية زي النعناع والقرفة والجنزبيل، ده لأنهم بيكون لهم تأثير على التقلصات وفيهم مضادات التهابات، كمان بيساعدوا على تقليل الانتفاخ. ابتعدي عن المشروبات الغازية، على عكس المشروبات الدافية فأي مشروب غازي لازم تبتعدي عنه، ده لأن المشروبات الغازية بيكون فيها صودا كتير، كمان سكر، بتسبب الانتفاخ وبتزود من الشعور بعدم الراحة. في مكملات غذائية مهمة للموضوع ده، في شوية فيتامينات ومكملات غذائية بتساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية وملهاش أي آثار جانبية، زي المكملات اللي بتحتوي على زيت السمك، وده بيكون ليها خصائص المضادة للالتهابات اللي بتعمل على تقليل التقلصات. خامس حاجة توزيع الوجبات. مهم جدا انك توزع وجباتك على اليوم، ما تاكليش كل حاجة مرة واحدة عشان تسمح ان يحصل هضم كويس وكمان تقليل الانتفاخات. سادس حاجة اعملي كمادات وتدليك بزيوت طبيعية. عمل كمادات دافية على منطقة البطن بيقلل من تقلصات الرحم وبيقلل الألم. كمان استخدام الزيوت الطبيعية لتدليك منطقة البطن بيساعد على تخفيف الألم، زي زيت النعناع أو زيت اللافندر. سابع حاجة الراحة والنوم الكافي. النوم الكافي مهم لتقليل التوتر والألم، وكمان بيساعد من الحالة المزاجية، عشان كده حاولي تنظمي مواعيد نومك وارتاحي أكتر. كل دي نصايح طبيعية بتساعد على تخفيف آلام وأعراض الدورة الشهرية. حاولي تعمليها وهتلاقي تحسن إن شاء الله. بس لو الموضوع زاد عن حده زي ما قلت في أول الفيديو، زي مثلا كمية دم تكون كتيرة أو الألم شديد جدا لا يحتمل مع كل ده، ساعتها روح للدكتور بتاعك.